حتى والله ما نستطيع أن نمشي بالسيارة. فاستضافنا رجل يقال له أحمد الغامدي، ثم جاء لي برجل في 70 من عمره يقال له أبو يوسف الغامدي. قالوا هذا سواق الشيخ بن باز وأنت تلميذ ابن باز، فالبازيون اجتمعوا في هذا المكان. ثم قالوا إن له قصة عجيبة غريبة اسمعها منه بالسند العالي. فقال لي أبو يوسف هذا أنني كنت في المدينة وكنت سائق الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وتأكدت وفعلا صار هو سائق الشيخ بن باز في المدينة. فيقول فنحن في المكتب إذا جاء شاب سوداني من طلاب الجامعة الإسلامية ووجهه قد ملئ فزعا وذعرا، قال يا شيخ الآن أنا قبل قليل أردت أن أدخل وأنام في غرفتي مع أحد الإخوان من أفريقيا، فلما دخلت فقال لي اقفل الباب. فيقول أنا سوداني يا شيخ، كان النوم يعني كابس علي كبسة شديدة فأردت أن أنام. فقلت يا أخي أنت داير تقفل الباب قفله، أما أنا والله ما مقفله. فيقول فكان الباب يعني هو هنا والباب ذاك الباب، فمد يده حتى وصلت إلى الباب وقفل الباب. يقول السوداني فيا شيخ أنا طار النوم من عيني ولا أظنه يرجع إلى يوم القيامة، والله لقد رأيت أمرا عظيما. فأخذ الشيخ، يقول أبو يوسف أخذ الشيخ يضحك، قال إن شاء الله خير. أبو يوسف قال نعم. قل اذهب إلى الغرفة الفلانية وادعو هذا الطالب. فجاء أبو يوسف ودعاه أن الشيخ عبد العزيز يريدك. فأجلسه الشيخ بجانبه وقال له أسألك بالله العلي العظيم هل أنت من الإنس أم من الجن؟ شوف فراسة الشيخ رحمه الله. قال أنا من الجن، لكن يا شيخ أنا قومي في ضلال وجئت أدرس في الجامعة الإسلامية وأنال العلم وأدرس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على العلماء، وترى أحضر دروسك وأريد أن أرجع نذيرا إلى قومي. فقال الشيخ تعاهدني عهدا ألا تتشكل بصورة أخرى وألا تخرج يدك من مكانها وتفعل هذا مرة أخرى. يقول أبو يوسف فكنت أراه في الشارع لأن معي سيارة الشيخ، فأقول له أوصلك؟ يقول ما يحتاج أنا أصل قبلك. على شكل آدمي، على شكل آدمي. ثم بعد ذلك يقول آخر عهدي به لما جاء استلام الشهادات، وبعدين الجامعة الإسلامية كانت تعطيك مبلغ 20,000 ريال وتذكرة ترجع. قالوا تعال يا عمر نبغى نعطيك تذكرة علشان تركب الطيارة. قال أنا أسرع من الطيارة ما أحتاج، أما المبلغ هذا أيضا ما أحتاجه. فيقول هذا آخر عهدي به.